السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بكل خير وسعادة وهنا. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الفراخ المشوية في الفرن بصوص خطير، وبجد التتبيلة حلوة جدا وكمان بسيطة وموجودة في كل بيت، يعني مش هنكلف نفسنا ولا حاجة. زي ما انتم شايفين كده طعمها حلو جدا ودايبة، زي ما انتم شايفين مستوية جدا، ولونها بقى بيتكلم عن نفسه. زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي كده، وشويناها كمان، حطينا فيها فحمايه كده علشان تدينا بقى ريحه الشويه بتاعه بره كده، اكنها فراخ مشويه مش شايرينها من بره. بس بجد لو جربتوها طعمها حلو جدا واحلى ما بتشتريها من بره، وحاجه نضيفه عاملاها في بيتك ومش مكلفه. انتوا عارفين ان الفراخ المشويه دلوقتي اسعار خياليه يعني. كده يا حبايب قلبي، معايا بقى التتبيله الخطيره اللي هنعملها. معايا فلفل، قرنين فلفل، ومعايا طماطميتين كبار وبصلتين كبار وقرنين شطه. لو ما بتحبيش الشطه ممكن تحطي 4 قرون فلفل، ومعايا مرقة دجاج مكعب، ومعايا معلقة ملح صغيرة، ومعلقة فلفل اسود صغيرة، ومعلقة بهارات صغيرة، ومعلقة بابريكا، ومعايا معلقة عسل. كده حبايب قلبي، ده معلقة عسل اسود، ممكن تستغني عنها وممكن تحطيها، بس بتدي طعم حلو جدا للفراخ بتاعتك وللصوص كمان بتاعك. ممكن تستبدليها كمان بمعلقة عسل نحل. كده حبايبي هنحط بقى المكونات بتاعتنا كلها في الخلاط ونضربها كويس جدا. كده حبايبي بنزلها كلها زي ما انتم شايفين، وهنزل كمان اعصر الليمونه. نسيت اقول لكم ان انا احط عليها ليمونه كامله، هعصرها كده زي ما انتم شايفين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونزلت بالعسل. ادي البهارات بتاعتي اللي انا قلت لكم عليها: معلقه بهارات صغيره، معلقه فلفل اسود، معلقه ملح، معلقه بابريكا، مكعب مرقه. طبعا دي بهارات فراخ. وربع كوبايه ميه بقى عشان الخلاط بتاعنا يمشي. دي الفراخ بتاعتي، طبعا انا غسلتها كويس جدا على في الحوض، وبعدين قطعتها ونقعتها في ميه وخل وملح وليمون ومعلقه سكر صغيره ومعلقتين دقيق، وبسيبها بقى ربع ساعه كده علشان تبقى ريحتها حلوه جدا كده، ما تبقاش زفره معاكي. وشطفتها كويس جدا وسبتها تتصفى، وبعدين هنزل عليها بالتتبيله كده زي ما انتم شفتوا حبايبي، ومعلقه خل صغيره. هقلبها كويس جدا كده، وهسيبها بقى في التلاجة عندي ساعتين، 3 ساعات، 4 ساعات. ممكن تعمليها قبل ما تشويها، تعمليها قبليها بيوم وتسيبيها في التتبيله. ولو مستعجله ممكن ساعتين، يعني كل ما بتقعديها في التتبيله اكتر كل ما بتبقى الفراخ بتشرب منها وبيبقى طعمها حلو جدا. كده حبايبي هنجهز بقى الصينيه اللي هنعملها فيها، هحطها في التلاجة زي ما انا قلت لكم، واجهز الصينيه اللي اعملها فيها. قطعت طبعا، ده اختياري برضو، قطعت كام بطاطسايه كده وبصلايه كبيره وقرنين فلفل، وحطيت عليهم رشه فلفل اسود، وبدعكهم كويس جدا كده. هيدوا طعم برضو الفراخ بتاعتي وريحه حلوه جدا، وهيتاكلوا كمان، يعني حاجه حلوه خالص. كده حبايبي طبعا هطلع الفراخ كده زي ما انتم شايفين. ممكن بقى تصفي الفراخ بتاعتك وتحطيها على الصينيه كده، وممكن تحطيها بالتتبيله، تكبيها بالتتبيله كده. بصراحه احنا بنحب يبقى فيها صوص كده، فعلشان كده انا نزلتها بالتتبيله. انتي لو حباها تكون ناشفه مبقاش فيها صوص خالص، بتصفي كده الفراخ من التتبيله وترصيها. احط معلقه بقى زيت كده على الوش علشان يعني تديها لمعه وتديها لون حلو. ولو في صلصة كمان بتحطي معلقة صلصة بقى على الوش برضو، بتبقى جميلة خالص. ودي معلقة سمنة بلدي. طبعا انتوا عارفين السمنة البلدي بقى تدي ريحة وطعم للفراخ خطير. كده حبايب قلبي، بعد ما رصيتها كده هدخلها الفرن بقى من تحت تستوي خالص، وبعد كده هشغل عليها الشواية. ايه رأيكم بقى؟ بجد ايه رأيكم؟ ما بتاخدش وقت معاكي خالص، وبجد دايبة وطعمها تحفة، والبطاطس والبصل اللي احنا حطيناه من تحت بقى جميل. ممكن بقى تاكليها بعيش، ممكن تعمليه جنبها مكرونة، ممكن تعملي جنبها شوية رز. يعني بجد خطيرة، يا ريت يا حبيبتي بجد تجربيها، بس تمشي بالخطوات بالظبط. بوريكم البطاطس طالعة دايبة كده وجميلة خالص ومش مهرية، يعني مستوية خالص مش مهرية، والفراخ مستوية معايا. يا ريت تجربوا طريقتي، ولو عجبتكم ما تنسوش التعليق الحلو وما تنسوش اللايك.
والاشتراك طبعا علشان يوصلكم كل جديد. كده يا حبايبي، طبعا بعد ما استوت خالص بقى هجيب فحمية كده، بحط عليها شوية زيت، معلقة سمنة، اي حاجة، واقفل عليها كويس جدا علشان تديكي نفس ريحة وطعم فراخ الحاتي اللي احنا بنشتريها وفراخ المطاعم. وكده خلصت الفيديو بتاعي، يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وما تنسونيش بقى بدعوة حلوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.